فيديو النهاردة في حتة تانية خالص. طبعا لكل عشاق الشوكولاتة، كوكيز الشوكولاتة النهاردة بصراحة يا جماعة هنعمله بأبسط طريقة وأسهل مقادير. بس أهم حاجة إن احنا بنتبع الخطوات علشان يطلع معاكي ناجح. الكوكيز يا جماعة فيه تريكات كده كتيرة لازم نتبعها علشان الكوكيز يطلع معايا ناجح من أول مرة. أول حاجة طبعا احنا نزلنا هنا الكوكيز الأمريكانة بالنسبة للون اللي هو الفانيليا. طبعا بصراحة طلع في حتة تانية واستخدمنا فيه الشوكولاتة البلجيكي. طبعا النهارده هنعمل باقل مقادير شويه علشان الناس اللي نفسها تعمله. بس النهارده هنعمل الكوكيز الشوكولاته. تابعوني وتابعوا الفيديو للاخر. لو عجبكم الفيديو متنساش تدعموني باللايك والاشتراك. اول حاجه هنا معايا نص كوبايه من الزبده اللينه، بس الزبده يا جماعه ما تكونش سايحه وفي نفس الوقت انا عايزاها تكون برضو سقعانه زي ما انتم شايفين. وحطيت نص كوبايه من السكر البني على ربع كوبايه من السكر الابيض. السكر البني يا جماعه موجود عند اي مستلزمات حلويات طبعا اساسي. ما حبيتش طبعا ان انا استخدم برضو السكر الابيض وحطيت عليه معلقه عسل، لا، الطعم الاصلي للكوكيز اللي هو السكر البني. حطيت المقادير على بعض زي ما انتم شايفين، الزبده على السكر، وابتديت ان انا اقلبها حلو. اي مقادير يا جماعه، اي مستلزمات موجوده عند مستلزمات الحلويات. حطيت طبعا الزبده على السكر وابتديت ان انا اقلبهم حلو. احنا النهارده يا جماعه مش هنستخدم ولا عجان ولا اي حاجه، هنستخدم المعلقه علشان انا عايزه ابسط عليكم الطريقه والمقادير عشان تتبعيها وتطلعي منها احلى كوكيز بجد بجد. الصبح بقى مع كوبايه شاي او قهوه بجد طعمه منقول في حته تانية خالص. كمان هنا معايا بيضة ومعايا باك فانيليا بحطهم على الزبدة بتاعتي والسكر. وبعد كده برضو ببتدي ان انا اقلب حلو قوي علشان انا عايزة المكونات كلها تندمج مع بعض. تركات يا جماعة نمشي عليها علشان يطلع الكوكيز يا جماعة مظبوط مني. كوكيز مش معنى ان انا بحط سكر على زبدة واقول انا هطلع اي كوكيز، لا. النهارده احنا مش بنعمل الكوكيز اللي هو الشعبي او بتاع الافران، لا، احنا بنعمل الكوكيز الاصلي اللي هو بيتباع في المحلات طبعا غالي. فحبينا ان احنا نعمله بأبسط طريقة واسهل مقادير. بنتبع الخطوات للاخر وبنمشي واحدة 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 على التريكات دي علشان اطلع منها الكوكيز مظبوط وناجح. بنزل بقى بالدقيق بتاعي زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة ان انا بنخل الدقيق، وبعد كده بيكون معايا البيكنج باودر والبيكنج صودا. لازم اعمل معادلة بين الاتنين يا جماعة. هحط ربع معلقة من البيكنج باودر وربع معلقة من البيكنج صودا، الاتنين لازم يكونوا متساويين قدام بعض. حطيتهم زي ما انتم شايفين كده وابتديت ان انا انخلهم، ونزلت بنص كوبايه الدقيق الباقيه. الدقيق هنا دقيق سنبله الفرات لجميع الاستعمالات. لو انت حابه تستخدمي اي دقيق متاح بالنسبه لك مفيش اي مشكله، ولو عندك دقيق الكعك والبسكوت هيبقى برضه ممتاز جدا. بقلب كل المقادير زي ما انتم شايفين كده، وما ننساش كمان بس رشه الملح. بقلب مع بعض